اللي هنحتاجه النهارده للعجينه معايا هنا دقيق ابيض اللي هو دقيق الضحى، دقيق متعدد الاستخدامات، ودقيق ذره ابيض وشويه ملح. العجينه بتاعه الرقاق ما بتاخدش اكتر من كده، ملح ودقيق وميه. حتى لو مش هتحط دقيق الذره هي ملح ودقيق وميه وبس. هفضي كيلو دقيق الضحى ده في العجانه في حله العجانه عندي، وهحط عليه معلقتين كبار من دقيق الذره الابيض. واحنا شغالين كده هقولك انا ليه حطيت دقيق الذره وفايدته ايه في العجين النهارده. ده غير طبعا طعمه الحلو جدا اللي هتحسي كانك ما اكلتيش رقاق قبل كده. بحط لها كمان نص معلقه اكل ملح، وهوديها بقى على العجانه نعجنها. بركب الخطاف بتاع العجين وهديها تقليبه كده، بس هقلب الدقيق الابيض مع دقيق الذره. لسه ما حطيتش اي حاجه، هو الدقيق والملح بس، يعني نوعين الدقيق اللي انا حطيتهم، دقيق الذره ودقيق القمح، وبقلبهم ادخلهم في بعض كده على السريع. بعد كده بنزل بالميه. كيلو الدقيق هياخد معاكي نص لتر ميه بالظبط. طبعا الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق ومن نوع لنوع، فانا مش هحدد لك كميه الميه. كميه الدقيق اللي انا حطيتها دي كيلو دقيق القمح مع معلقتين دقيق الذره خدوا تقريبا مجين كبار ميه، نص لتر بالظبط. وما بحطش الميه كلها مره واحده، انا بنزل بيها حبه بحبه، بنزل شويه بشويه لحد العجينه بتاعتي ما تجمع، لان محدش يعرف يحدد طبعا مقدار الميه لاي دقيق. شغلت العجانه كده وفتحتها على اعلى سرعه، وكل ما بحس ان العجين نشف مني او لسه في دقيق تحت العجانه مش عارفه تلمه بنزل شويه ميه. شايفه هي العجينه جمعت اهي، بس لو بصيتي في العجانه من تحت في الحله في دقيق لسه ناشف ما تلمش معاه. عجينه الرقاق بتبقى عجينه يابسه، يعني عجينه ناشفه ما بتلزقش، فاديها وقتها في العجن. لو بتعجني على ايدك هتاخد منك ربع ساعه تلت ساعه عجن كده عشان تجمع معاكي وتبقى ناشفه ومش بتلزق. انا هنا بزود ميه شويه بشويه لحد العجينه ما تجمع معايا. هي كده خلاص جمعت اهي، والحله قدامك نظيفه ما فيهاش اي دقيق ولا اي عجين متلزق على حروفها. ودي علامه العجينه كده خلاص استوت وبقت زي الفل معايا. هطلعها بقى. العجينه زي ما انت شايفه اهي، شايفه الحله بتاعت العجانه ما فيهاش اي نقطه دقيق، ما فيهاش اي عجينه لازقه على حروفها، والعجينه معايا مخدومه كويس جدا، مش ناقصه اي حاجه. العجينه بتاعت الرقاق انا ما بريحهاش الا لما بقطعها، يعني هنقطعها الاول وبعد كده نريحها. في البوله هنا هحط الدقيق اللي هفرد عليه الرقاق بيتفرد على كميه دقيق حلوه. حطيت كوبايتين من الدقيق الابيض، وهحط عليهم نص كوبايه من دقيق الذره الابيض، وبقلبهم مع بعض كده ادخلهم في بعض. وده الدقيق اللي هستخدمه في الفرد. خلاص كده انا هركنها بقى دلوقتي، وهبدا اقطع معاكي العجين عشان اسيبها ترتاح. دي علبه كده من علب الحفظ، علبه ليها غطا، اي علبه ليها غطا عندك، مش لازم الشكل ده خالص. وافردي فيها من تحت كده شويه دقيق من الدقيق اللي احنا عملناه اللي احنا خلطناه مع بعض، وده دقيق الذره والدقيق الابيض. وقطعي بقى العجينه بتاعتك كور كده على قد مقاس الرقاقه الواحده، يعني كل كوره هتعمل رقاقه واحده معاكي. زي ما انت شايفه كده العجينه في ايدي ناشفه ازاي، مش عجينه طريه بس ما بتلزقش. جمعيها كده على ايدك واعمليها كوره، خلي الكور كلها قد بعض عشان يطلع الرقاق معاكي في الاخر كله قد بعض. وبحطهم على الدقيق في العلبه. قطعت كل العجينه اللي معايا اهي، بغطي وش العلبه دي بفوطه وبركنها ترتاح. ريحيها بقى قد ما تقدري، يعني ممكن تسيبيها نص ساعه، تسيبيها ساعه. كل ما ريحتيها اكتر كل ما اتشكلت معاكي واتفردت معاكي اسرع. بغطيها بفوطه مطبخ، وبغطيها برده تاني بغطا العلبه، وسيبيها بقى في مكان كده تريح براحتها ساعه نص ساعه، ما تزوديش عن ساعه. يعني لو بتعملي حاجه في المطبخ خلصي شغلك وارجعي لها تاني. انا كده بعد ما سبتها ساعه بالظبط، شايفه هو ما فيهوش خميره، مش محتاج يخمر، بس بنريحه عشان يساعد معانا في الفرد. هاخد واحده واحده بقى وابدا افردها، واللي يفيد في العلبه لازم طبعا يتغطى تاني، ما تسيبهوش مكشوف. بحط من تحت دقيق ومن فوق حته العجينه دقيق، لازم تتغرق كويس بالدقيق عشان تفرد معاكي وعشان تمسك نفسها كده، لان احنا هنرقها خالص، هتبقى رقيقه خالص، فلازم تبقى ماسكه نفسها ما تتقطعش منك، بتمسك نفسها بالدقيق. دي النشابه يا جماعه بتاعه الرقاق او بتاعه الفطير. المردانه العاديه بتاعه البيت اللي عندنا ما تنفعش تفرد رقاق، قصيره وتخينه ما بتنفعش مع الرقاق، هتلاقيها قطعت معاكي. فاحسن حاجه النشابه الخشب دي تجيبيها للرقاق او للفطير، لازم تكون عندك حلوه جدا وبتفرد احسن من النشابه العاديه. وافردي بقى كده كل فرده، لفي العجينه عشان تطلع معاكي مدوره. حتى لو ما طلعتش مدوره تقدري بالقطعه بتاعه البيتزا وتاخديها مدوره. انا هقطع دي بس عشان اوريكي ان انت ممكن تعمليها مدوره بالسكينه حتى، او تحطي عليها الصينيه اللي هتعملي فيها الرقاق وتقطعيها. انا مش مهم عندي تطلع مظبوطه قوي كده الدوريه، يعني هي دي بس اللي هقطعها والباقي انا هسيب. بعد ما تخلصي الفرد، صينيه كبيره بقى من بتاعه المطبخ، وحطي عليها رشه دقيق، وحطي الرقاق بتاعك، وعلى كل رقاقه بنرش شويه دقيق صغيرين علشان ما يلزقوش في بعض. انا هحط الرقاق كله، هفرده كله وبعدين هروح اسوي.
باحطها على الصينية كده تحتها دقيق وفوقيها دقيق عشان لمّا آجي أحط بعدها ما يلزقوش في بعض. وعلى المكان اللي بافرد فيه بتحطي دقيق من تحت ودقيق من فوق حتة العجين وبتبدئي تفردي. تفردي كده عادي جدًا زي ما بتفردي أي حاجة، ما بتاخدش وقت خالص طالما مرتاحة معاكِ العجينة، لقيتيها رايحة جاية مع النشابة مش عايزة تتفرد، سيبيها ترتاح شوية. افردي ولفي العجينة عشان تتدور معاكِ، كل شوية اقلبيها على الوش التاني، وبشويش كده ما بتاخدش أي وقت، يعني الرقاقة الواحدة هتاخد لها 5 دقايق بالضبط كده تتفرد معاكِ وتبقى زي الفل. وافردي بقى بالسمك اللي أنتِ عايزاه، عايزاها سميكة شوية، عايزاها رقيقة أوي، اعمليها براحتك. أنا عمّالة أركّز هنا على العقدة بتاعتي في الرقاق اللي باجيبه من برّه الحروف بتاعته دايمًا بتبقى ناشفة وتقيلة وسميكة كده، وقلب الرقاقة من جوّه بيبقى رقيق جدًا. فركّزي وأنتِ بتفردي على الحروف من برّه، افرديها حلو أوي عشان الرقاقة تطلع معاكِ مضبوطة، نفس السمك من كل حتة، من الحرف زي من النُص. بشويش كده واحدة واحدة، حتى لو أول مرة تمسكي المردانة أو أول مرة تمسكي النشابة وتفردي بيها هتشتغل معاكِ، النشابة دي سهلة جدًا وبتفرد حلو جدًا. ما لهاش حروف طبعًا عشان تقطّع معاكِ في العجين. خلّصتِ الرقاقة التانية أهو، هاحطها في نفس الصينية، ممكن تشيليها على إيدِك، ممكن تشيليها زي ما أنا شِلتها كده بالنشابة وبتفرديها. خلاص خلّصنا كده 2. خدت واحدة كمان أهو، باورّيكِ كمان واحدة قد إيه سهلة في الفرد بتاعها. بطّطيها بإيدِك الأول كده عشان النشابة تمشي عليها بسهولة، وخديها بقى بالنشابة يمين في شمال كده هتيجي معاكِ على طول. كل فردة اقلبيها الناحية التانية عشان تتفرد معاكِ وتبقى مدوّرة، ما تضطريش ترجعي تقطّعي فيها. لو عايزة تفرديها كمان مربعة هتبقى أسهل بكتير من المدوّرة لو مش عندِك صواني مدوّرة يعني. ممكن تفردي على أي شكل أنتِ حاباه، وممكن تفردي قدّامِك براحتك خالص وفي الآخر بالسكينة أو بقطّاعة بيتزا كده وتقطّعيها زي ما أنتِ عايزة، عايزاها مربعة تقطّعيها مربعة، عايزاها مدوّرة تدوّريها كويس. عايزة أقول لِك إن معلقتين دقيق الذرة اللي زوّدناهم على الدقيق في الأول خالص هم اللي مسهّلين عليّا الفرد بالطريقة دي. الدقيق ده لو كُلّه زيرو دقيق أبيض كُلّه عمره ما هيتفرد معايا سهل كده. هتلاقي بعد شوية العجينة بتمُط معاكِ رايحة جاية تحت النشابة، مش سهلة في الفرد كده. ده غير طبعًا طعم دقيق الذرة في الرقاق حاجة تانية خالص. وهاسويه في فرن البوتاجاز عادي جدًا، الفرن معايا متسخّن متولّع على البلاطة اللي تحت خالص، آخر بلاطة في الفرن، الفرن متولّع على أعلى درجة حرارة. لو فرنِك ناره عالية وحاسة إنه هيحرق معاكِ الرقاق وطّيه شوية، وبتفرديها بالنشابة زي ما وريتِك كده، وما بتاخدش ثواني، يعني أنتِ أول ما تحطيها على طول بإيدِك روحي خاطفاها وقلبها على الناحية التانية، ما تسيبيهاش كتير على وش واحد. طول ما هي في الفرن دوسة واحدة كده افرديها على الفرن عشان الحروف بتاعتها تلحق النار وتستوي كويس، وتروحي قلبها على طول. دقيقتين 3 بالكتير والرقاقة بتطلع زي الفل. هي ما بتاخدش لون، إحنا ما بنديلهاش لون، هي المفروض الرقاق بيطلع أبيض، يعني تستوي وتبقى لسه بيضا. طالعة زي الفل. هاعمل لِك واحدة تاني أهو، باخدها على حرف النشابة وافردها بالنشابة في الفرن، وباعدل بإيدي بقى في الآخر، اعدلي أي حتة متنية كده، وأول ما تحسي إن هي شمّعت لفّيها، ما تسيبيهاش على طول عشان ما تتحرقش منِّك ولا تاخد لون. وطبعًا بين كل رقاقة والتانية معايا حتة مبلولة بامسح بيها الصاجة بتاعة الفرن علشان الدقيق اللي بيقع ده بيتحرق، وممكن يلزق في الرقاقة أو يحرقها معايا أو يدّيها حتى ريحة شياط. الرقاقة الواحدة في الفرن مش هتاخد منِّك دقيقتين 3 بالكتير وهتلاقيها استوت وطلعت معاكِ زي الفل. الفرن بتاعي فيه مروحة بس أنا مش مشغّلاها ومش باقفل الفرن، الفرن مفتوح والنار من تحت مفتوحة، من تحت بس، الشواية كمان مش مفتوحة، وباقلّبها كده على الوشّين لحد ما تستوي. لو حاسة إن فيها دقيق لازق مكان ما كنا بنشيلها، أمّا كنا بنحط دقيق عليها وإحنا بنفرد، مكان ما كنا بنحط عليها دقيق عشان ما تلزقش في اللي فوقيها، بفرشة كده ونضّفي الدقيق اللي عليها. طبعًا الفرن بتاعِك هياخد دُش دقيق زي الفل مش مشكلة، هيتنضّف مش بيلزق في حاجة، يعني الدقيق ده كلّه طاير هتنفّضيه كده هتشيليه بحتة مبلولة هيتشال معاكِ. وقلّبيها بقى من فوق ومن تحت ولفّيها من كل جهة لحد ما تستوي. هو بيطلع طري، يعني أنتِ هتلاقيها وأنتِ بتشيليها من الفرن هي لسه طرية، بس على ما تخلّصي بيكون كلّه نشف، هي بتنشف على طول. وطبعًا ده ما ينفعش رقاق طري، هو كده هينشف، يعني الرقاق الطري ليه عجينة تانية خالص. ده رقاق ناشف هتسيبيه في الهوا كده هينشف، حتى لو ما سبتيهوش في الهوا ما تحاوليش تحطيه في كيس مش هينشف، هيجلد معاكِ، لإن عجينة الرقاق الطري عجينة تانية خالص غير العجينة دي. بانضّف الفرن طبعًا بعد كل واحدة، وباحط الرقاقة اللي بعدها، وبالفرشة كده باشيل الدقيق الزيادة. أنا بابطّط كده عشان كل رقاقة توصل للنار، ما تبقاش في حتّة قابة مش مستوية وحتّة لاحقة النار محروقة، وبالفرشة وبانضّف الدقيق اللي بيلزق فيها من الفرن.
خلاص كده خلصنا الرقاق بتاعنا، ما خدش كله على بعضه ساعة، يعني هو ساعة بالفرد بالتسوية عملنا كيلو دقيق. وزي ما قلت لك في الأول الموضوع ملوش أي علاقة بالتوفير، أنا بحب أعمل حاجتي في البيت على إيدي. شايفة الرقاق؟ شايفة الجمال؟ حلو جدا، كله مستوي زي بعضه، من الحروف زي من الجناب، نفس السمك زي الفل. هفرده بقى على حاجة ينشف وهوريهولك. ده يا بنات الرقاق بتاعي بعد ما نشف اهو، معمول بدقيق الذرة. طعم دقيق الذرة في الرقاق بياخده لحتة تانية خالص، كأنك بتاكلي فطير مشلتت، مش هتحسي ان انت بتاكلي رقاق. طعمه مش عادي فعلا، جربيه هتدعيلي. الرقاقة ناشفة ماسكة نفسها، هسمعك صوتها دلوقتي. شايفة؟ ودقيق الذرة زي ما قلتلك بيساعد على الفرد، بيساعد معاكي على الفرد، بيخليش العجينة رايحة جاية معاكي زي اللبانة. أول ما بتمشي عليها بالنشابة بتتفرد معاكي على طول. حلو جدا يا بنات، ونضيفه طعم مختلف بدقيق الذرة، جربيه مش هتندم. لو طريقتي في الرقاق عجبتك، لو الفيديو النهارده عجبك وطلعت منه بفكرة أو بمعلومة بسيطة، ما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.